قلت له صباح الخير يا فندم، بص لحضراتكم من فوق لتحت كده وسابكم ومشي. السؤال الأهم بقى دلوقتي، مين من حضراتكم يعرف الإيموشنز اللي بتتكون جوانا إزاي؟ تعالوا نتخيل مع بعض كده إن إحنا خلال السنوات اللي جاية إن شاء الله اتخرجنا وبدأنا إن إحنا نشتغل، ورايح تشتغل المكان اللي أنتوا بتحلموا تشتغلوا فيه، ورايحين لابسين كويس وجاهزين قوي، عارفين أنتوا أول يوم شغل ده زي أول يوم جامعة، زي أول يوم في حاجات كتير، ورايحين كلكم حماس وتفاؤل رهيب. تفتحوا باب الشركة وداخلين، قابلكم مديركم المباشر، تقولوا له صباح الخير يا فندم، بص لحضراتكم من فوق لتحت كده وسابكم ومشي. بجد عيشوا التخيل ده، عيشوا ان انتوا في الموقف ده، وقولوا لي ايه اول حاجة هتيجي في بال حضراتكم لما تكونوا في الموقف ده. انا عايز الاول فكرة هتيجي في بالك. اليوم قفل لك اليوم، هقنع نفسي ان هو ما سمعش، وارد، اشكرك، تنك، عظيم جدا. اول حاجة انا قلتها الايه؟ الموقف اللي حصل. طيب الخطوة رقم 2، حضراتكم ادركتوا منين ان الشخص ده ما ردش عليكم؟ ما سمعتش او ما شفتش. فاحنا هنا بعد اي موقف بيحصل حاجه اسمها الادراك، فالادراك بيحصل من خلال الحواس الخمس. برافو عليكم. بعد عمليه الادراك الخطوه رقم 3، احنا بنعمل ايه؟ بنفكر، بنحلل، بنستنتج اللي انا ادركته ده عباره عن ايه، اللي انا كنت باخده من حضراتكم دلوقتي. فده كله بيطلع مجموعه ايه اللي انا كنت باخده منكم؟ مجموعه افكار. الافكار دي اوتوماتيك بتروح جايه رايحه الجهاز جوه جسمنا اسمه الجهاز العصبي، فالجهاز العصبي في اللحظه دي هيروح جاي فارز هرمون. وارد ان الهرمون اللي يتفرز هنا يبقى اسمه ايه؟ بما ان الافكار من عيله بنيله، ادرينالين، علشان يكون شعور ايه؟ خطوه رقم 5 والاخيره، وارد يبقى توتر، وارد يبقى غضب، وارد يبقى انفعال سيء. عرفنا مع بعض ازاي الايموشنز بتتكون جوانا.